مباراة الجزائر وغينيا، من وراء اختيار غينيا اللاعب في المغرب؟ متى تتحول مباريات كرة القدم إلى رسائل دبلوماسية؟ عندما تلعب المواجهة على أرض الخصم السياسي وتصمت الكاف كأن شيئا لم يكن. القصة الكاملة: غينيا اللي فقدت أي فرصة للتأهل إلى كأس العالم، واجهت الصومال في ساحل العاج، ثم أوغندا في كامبالا. ملاعب محايدة ومنطقية، لكن فجأة تغير كل شيء في لقاء الجزائر. اختارت الحكومة الغينية وبشكل مباشر عبر رئيس وزرائها أن تقام المباراة في مدينة الدار البيضاء المغربية، أرض ترتبط بأزمة دبلوماسية مزمنة مع الجزائر. هذا القرار أثار الشكوك، ليس فقط عند الجماهير الجزائرية بل حتى بين المراقبين الدوليين. لماذا التخلي عن الملاعب السابقة؟ ولماذا اختيار بلد ينظر إليه كطرف غير محايد؟ الجواب قد يكون سياسيا بامتياز. وبينما تتصاعد الضغوط، يواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صمته الغريب، رغم أن قوانين الفيفا تمنع مثل هذه التدخلات الواضحة في الشأن الرياضي. المنتخب الجزائري يدخل المباراة بحسابات دقيقة وحاجة ملحة للفوز، بينما منتخب غينيا لا يملك ما يخسره، لكن يبدو أنه يلعب دورا خارج التوقعات، دور سياسي يخفيه ظاهر المنافسة. فهل أصبحت كرة القدم الإفريقية ملعبا للرموز السياسية بدل أن تكون ساحة تنافس شريف؟ شارك رأيك في التعليقات واضغط إعجاب إذا كنت ترى أن السياسة أفسدت نزاهة الرياضة. اشتركوا في القناة وفعل الجرس لتصلك تحليلاتنا أولا بأول.